إذا بتحبوا قصص كريبي باستا تعالوا معي. اليوم رح أحكي لكم قصة الكائن المرعب يلي أنا شخصيا معجب فيه، سلندر مان. هو كائن ما بيحكي ولا بيشوف، ملامحه ممسوحة ولكن كله رعب. من الغابات المهجورة للمقابر القديمة لصور بالأبيض والأسود انتشرت على الإنترنت. بلشت الحكاية. بدك تعرف قصة سلندر مان المشوقة؟ لا تتردد تكمل معي، وإذا عجبتك لايك وشير. معكم سلوم يلي رح ياخدكم لعالم الرعب والخوف، ويلا نبدأ. شاب عادي عايش حياة عادية، متفوق بجامعته، خلوق ومحبوب. تخرج واشتغل بشركة محترمة، تزوج وأنجب بنت جميلة، وكانت كل دنيته وكانت روحه معلقة فيها. بس مو كل شي حلو بيدوم. بدأت الخلافات بينه وبين زوجته، ويوم عن يوم صارت تكبر وتكتر هالخلافات لحتى أدت إلى الانفصال، كمان إلى أنه ينطرد من عمله نتيجة الإهمال. الأم قررت تاخد البنت وتحرمه منها للأبد، الشي يلي أدى أنه سلندر مان ينحرم منها وما عاد يشوفها أو حتى يسمع صوتها. دخل باكتئاب حاد وصار شبح إنسان. بعد فترة قرر إنه يتأقلم ويتماسك ويتعايش مع حياته الجديدة. رجع يدور على شغل جديد ويعيد بناء حياته من الصفر، بس الحظ كان ضده. كل الأبواب مسكرة ولا شركة قبلت إنه توظفه. ما كان يلاقي أي شاغر أو وظيفة. نفسيته ما كانت متحملة فشل جديد. رجع اكتئب، بس هالمرة قرر ينهي حياته وبدأ يكتب رسالة الانتحار. فجأة رن تليفونه. رد كان مدير من شركة كبيرة عم يقول له حضر حالك بكرة عندك مقابلة عمل عنه. حس بالأمل والتفاؤل، لغى فكرة الانتحار وقال خلص هي فرصتي. تاني يوم الصبح لبس طقم وجرافة وجهز أوراقه وبلش يضب الشنطة. وقع نظره على صور بنته ورسوماتها، حطهم معه بالشنطة لأنهم الشي الوحيد يلي بقيوله من بنته. وهو عالطريق حس حاله راح يتأخر. قرر ياخد طريق مختصر بمر من قلب الغابة، وهنيك بلشت النهاية. شاف 4 مراهقين راكبين دراجاتهم ومبين عليهم مؤذيين ومزعجين. صايروا يلفوا حواليه. واحد من الأولاد قرب منه وخطف الشنطة وهرب. صار يركض ورا الولد بأقصى سرعته، وكل محاولاته انه يلحقهم ما نجحت. صار يصرخ بأعلى صوته: رجعوا الشنطة، رجعوا الأوراق، رجعوا الصور. إلا أنهم ما ردوا عليه، وصاروا يضحكوا عليه ويسخروا منه أكتر. انهار وركع على الأرض وصار يقولوا دموعه نازلة: خدوا الشنطة، خدوا الأوراق، خدوا كل شي، بس رجعوا لي الصور. بعطيكم أي شي بدكم إياه، بس رجعوا لي الصور. الشباب بدأوا يبعدوا لغاية ما اختفوا هن وأصوات ضحكاتهم. فجأة سمع صوت ست عجوز عم تهمس من وراه وتقله: انت متأكد رح تعطيني أي شي؟ التفت سلندر مان بسرعة، بس ما لقى حدا. بس شاف بيت مهجور مبين من بعيد شوي. قال لحاله: بكي الشباب لجأوا هنيك. وقرر يروح على البيت المهجور على الرغم من الخوف الغريب يلي بقلبه. لما قرب للبيت سمع صوت العجوز مرة تانية: دخول. دخل وهو خايف ومتردد. شاف العجوز كانت واقفة ووجهها كله تجاعيد، كانت مخيفة كتير. قالت له: إذا بدك الصور فتأكد إنه ما في شي بدون مقابل. رد عليها وقالها: أنا ما معي مصاري وما عندي شي أعطيك إياه. ضحكت العجوز ضحكة خبيثة وقالت له: مين قالك إنه بدي مصاريك؟ استغرب سلندر مان وقالها: شو بدك لكن؟ قالت له: بدي روحك. تفاجأ من كلامها وفكرها عم تمزح وقالها ودموعه عم تنزل: انت عم تطلبي مني روحي؟ انا ما بقى عندي روح، انا خسرت كل شي، وظيفتي وبنتي وحياتي. لو بدك روحي خديها. هو كان مفكر انه قصدها بدها تقتله. ردت العجوز عليه: انتظرني دقيقة ورح جيب لك الصور. وراحت. سلندر مان صار يناظر البيت ويقول بنفسه: أنا شو جابني لهون؟ أكيد هاي العجوز عم تكذب والصور مو معها وعم تشتغلني. وقرر إنه يغادر البيت.
ولكن رجعت العجوز بإيدها الصور، ولما عطته إياهن لقى إنهم مرسوم عليهم ومشخبط عليهم ومكتوب عليهم عبارات مثل اركض ولن تستطيع اللحاق بي وأمسكني إن استطعت، لدرجة إنه ملامح بنته ضاعت من الشخبرة. سلندر مان فقد أعصابه وعيونه توسعت من الغضب، وقال للعجوز وهو عم يصرخ: أنا بدي صور بنتي سليمة ومو مشخبط عليهم. قالت له: لا تنسى الاتفاق يلي بيننا، برجع لك الصور وبتعطيني روحك. وهون غضب سلندر مان، وما في بيننا اتفاق إلا لما ترجعي لي الصور مثل ما كانت. العجوز تغيرت ملامح وجهها وصارت مرعبة، وصارت تنظر إله نظرات مخيفة. تلبك وقالها: خلص أنا ما عاد بدي شي منك، أنا بدي أمشي. مجرد ما مشي شوي ما عاد قدر يشوف أبدا، حاول إنه يتكلم كمان ما قدر. قالت له العجوز: أنا شلت تمك وعيونك. اتضح بالنهاية إنها مالها امرأة وعجوز عادية، هي ساحرة وساحرة خطيرة. قالت له: شو فائدة أنفك إذا ما عندك عيون ولا تم؟ وشالت له أنفه لحد ما بقي وجهه بدون ملامح أبدا. وهون سلندرمان ما كان مصدق الشي يلي صار معه أبدا. قالت له العجوز: نحن بيننا اتفاق، آخذ روحك. وبلحظة يأس وحزن هز سلندرمان براسه بنعم. حطت العجوز إيدها على قلبه وحس ببرودة قوية كتير. قالت له: أنا شلت من قلبك كل المشاعر ما عدا الانتقام. انت هلأ بطلت تحس بأي شيء غير انك عندك رغبة بانك تنتقم من اي شخص. ووقتها حس سلندرمان بغضب شديد، وحس انه بده ينتقم من الشباب الأربعة يلي كانوا السبب بكل شي صار. وبهيك انولد سلندرمان، جسد طويل ونحيب لابس طقم أسود وجهه بدون ملامح. حاسة السمع عنده خارقة وبيقدر يطلع من ظهره أطراف سوداء طويلة مثل أزرع الأخطبوط، وصار عنده قدرة التحكم بعقول الضحية، وهو بيقدر كمان إنه يأثر على الأجهزة الإلكترونية ويشوش عليها. وبسبب قدراته العجيبة قدر سلندرمان إنه يتبع أصوات الشباب الأربعة ويوصل لهم. ويومها كانت أول حالة اختفاء ل4 شباب منسوبة لأسطورة سلندرمان. وبدأت بعدها قصص الاختفاء تزيد كل فترة والتانية، وانتشرت الأسطورة بشكل واسع وانعمل عنها ألعاب وأفلام حققت أرباح عالية كتير. بيقولوا إنه سلندرمان بعيش بالأماكن المهجورة والمقابر والغابات المظلمة، وتخصصه هو الأطفال لأنه بيقدر يسيطر على عقولهم ببساطة أكتر، ولما يخطفهم ما حدا بيعرف شو مصيرهم. ومن أرعب الحوادث يلي صارت بسبب أسطورة السلندرمان هي الحادثة البشعة يلي صارت بأمريكا، وتحديدا بعام 2019 من طفلتين عمرهم ما بيتجاوز 12 سنة، بنت اسمها أنيسا والتانية اسمها مورغان. هدول البنتين استدرجوا صديقتهم للغابة وهنيك سطحوها على الأرض. بنت مسكتها والتانية صارت تطعنها 19 طعنة، ولما سألوهم عن السبب هون كانت الصدمة الكبرى لما قالوا إنه سلندرمان طلب منهم هالشي وهددهم إذا ما نفذوا أوامره رح يقتلهم ويقتل عائلتهم. وهون العالم صدم. طيب هلأ بدنا نسأل نفسنا من وين بدأت الأسطورة؟ تعالوا نرجعكم لعام 2009 لما طرحت شركة على الإنترنت مسابقة فوتوشوب، وكان المطلوب إنشاء صورة واقعية مرعبة. أحد المشتركين ويلي كان اسمه إريك كانسل قدم صورتين وتحت كل صورة ملاحظة غامضة. الصورة الأولى كانت الأطفال عم يلعبوا بالحديقة عادي، ووراهم شخص طويل ونحيف وبدون ملامح واقف يناظرهم، والملاحظة المكتوب فيها: لم نكن نريد الذهاب ولم نكن نريد التخلص منهم، لكن سكوته المستمر ويديه الممدودة جعلنا خائفين وبنفس الوقت مرتاحين. وكانت الصورة حقيقية مع إضافة شخصية سلندرمان بواسطة الفوتوشوب، ولكن كانت واقعية لدرجة إنه الناس خافت وصدقتها. أما الصورة الثانية فكانت أكثر ريبة، وهي كانت صورة لمجموعة من المراهقين وكأنهم عم يهربوا من شيء،
وخلفهم شخصية سلندرمان واقف بوجهه الممسوح وطوله المخيف، ومكتوب تحت الصورة ملاحظة بتقول: إحدى الصورتين تمت استعادتها من مكتبة سيرلينج قبل أن يتم حرقها وقبل أن يختفي 14 طفل على يد سلندرمان. والصدمة إنه هي المكتبة يلي تم ذكرها انحرقت فعلا بعد أسبوع بالضبط من نشر الصورة، وهاد يلي خلى الناس تستغرب من يلي صار، وخرجت القصة من نطاق المسابقة وتحولت لجدل عالمي. والمخيف إنه إريك كانسل اختفى وما حدا بيعرف وين راح، وكأنه الشخص يلي ابتكر شخصية سلندرمان بلعه. وهي القصة المتداولة عن هالأسطورة. وهلأ رح أعرض لكم بعض المشاهد المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتوا احكموا هل هذا الشي حقيقي أم مجرد فبركات. بشوفكم بقصة كريبي باستا جديدة. What? Sally, cut the camera! Sally! You can't be!